حياكم الله. السلام عليكم. تعرفون الكلمة اللي يقولونها دائما شيباننا، يقولون ما دافع الله كان أعظم. يعني ما دفع الله كان أعظم. إذا مثلا حصلت مشكلة معينة أو مصيبة معينة، يقول ما دفع الله كان أعظم، يعني اللي دفعها الله كان أعظم من هذا الشيء. وهذه كلمة طيبة ويحبها الله. وفيه قصة مرت علي، وهذه من كنوز المنتديات. دائما أحاول أني أبحث المنتديات عن بعض المواضيع الثمينة القيمة أو القصص المفيدة، وألقى والله كنوز. فهذه بخليها من ضمن سلسلة كنوز المنتديات. لقيت قصة فيها يعني موضوعها كله يتعلق بكلمة تشبه كلمة ما دفع الله كان أعظم، اللي هي ما حجبه الله كان أعظم. يقول: خرج رجل في سفر مع ابنه إلى مدينة تبعد عنهم قرابة يومين، يعني مسافة طريقها يومين، وكان معهما حمار وهم في سفرهم. وضع عليه الأمتعة، وكان الرجل يردد دائما قول ما حجبه الله كان أعظم. الأب هذا دائما كلمة على لسانه ما حجبه الله كان أعظم، يعني ما صرفه الله من البلاء أعظم من الشيء اللي حصل. دائما يتفاول هذه الكلمة حتى لو ما حصل شيء، دائما على لسانه. وبينما هما يسيران كسرت ساق الحمار في منتصف الطريق، فقال الرجل ما حجبه الله عنا كان أعظم. فأخذ كل منهما متاعه على ظهره وتابع السير، لأن خلاص الحمار انكسرت ساقه ما يقدرون يركبون عليه. بعد مدة تعثر الرجل بحجر فأصاب رجله، فأصبح يجر رجله جرا، اللي هو الأب. فقال ما حجبه الله عنا كان أعظم. فقام الابن وحمل متاعه ومتاع أبيه على ظهره. صار الابن هو اللي شايل المتاع اللي هو الأغراض والحاجات اللي معهم، وهو اللي شايل الأغراض الحالة، وأبوه يمشي لأن رجله مصابة والحمار رجله مصابة. فقام الابن وحمل متاعه ومتاع أبيه على ظهره، وانطلقا يكملان مسيرهما. وفي الطريق لدغت الابن أفعى، فوقع على الأرض وهو يتألم. فقال الرجل اللي هو الأب ما حجبه الله عنا كان أعظم. وهنا غضب الابن، طفل قد يكون فيه طيش وفيه يعني. فقال غضب الابن وقال لأبيه أهناك ما هو أعظم مما أصابنا؟ يعني كلنا أنصبنا. يقول: وعندما شفي الابن أكمل سيرهما، فوصل إلى المدينة فإذا بها قد أزيلت عن بكرة أبيها بسبب زلزال أبادها بمن فيها. فنظر الرجل لابنه وقال له انظر يا فنظر الرجل اللي هو الأب إلى ابنه وقال: انظر يا بني، لو لم يصيبنا ما أصابنا في رحلتنا لكنا وصلنا في ذلك اليوم ولأصابنا ما هو أعظم وكنا مع من هلك في هذه المدينة. يعني المصائب هذه أخرتهم يوم. لو جو في نفس اليوم، يعني لو ما جت هذه المصائب اللي حصلت لهم وجو في نفس اليوم هذا اللي حصل فيه الزلزال، هلكوا. فكانت هذه المصائب يعني أخرتهم عن هذا البلاء حتى انتهى وهم لم يكونوا موجودين فنجوا منه. لو لم يصبنا ما أصابنا في رحلتنا لكنا وصلنا في ذلك اليوم ولأصابنا ما هو أعظم وكنا مع من هلك في هذه المدينة. ليكن هذا، طبعا هذه القصة مرت علي وعلق عليها صاحب القصة وقال: ليكن هذا منهجنا منهجا لحياتنا اليومية، لكي تستريح القلوب من القلق والتوتر. نعلم أن ما أصابنا من حزن وهم يمكن أن يكون خير لنا، قد يكون خير لنا. فالقصة معبرة جدا صراحة، دائما جعلها يعني التفاعل بها دائما. وفي أيضا ذكرتني هذا الشيء بقصة، بس ما راح أقول قصة عشان ما أطول أكثر، لكن أيضا في واحد كان يكرر كلمة خير إن شاء الله، أو سيكون خير، أو خير إن شاء الله. دائما كلمة على لسانه تشبه هذه الكلمة ما دفع الله عنا كان أعظم. هذاك يقول خير إن شاء الله، دائما يكرر خير إن شاء الله. فصارت الأمور دائما غالبا تكون خير الله. فعليكم بالتفاؤل دائما، وجعلوها على لسانكم وجعلها من لزماتكم كما يقال. السلام عليكم.